هذا كيف تترك احتياط؟ لا تعلم بالتأكيد أنه زيدان محظوظ. شيء من إسكو يكفي. ليجعلنا نتساءل مرة أخرى كيف يمكن لهذا اللاعب بأن يبقى على دكة البدلاء، إما أن يضعوه في التشكيل الأساسي وإما أن يسمحوا لريال مدريد أن يلعب ب 12 لاعب. تفتكر لاعب واحد ممكن يرجع هوية منتخب كامل؟ تفتكر فنان زي إسكو كان يقدر يبقى خليفة تشافي ونيستا فعلا؟ طب لو هو بالموهبة دي كلها ازاي اختفى فجأة؟ وليه كان منقذ اسبانيا ومظلوم في ريال مدريد؟ وهل اللي حصل له ده ظلم ولا هو ضيع نفسه؟ واخيرا هل الكرة الاسبانية فعلا اتعلقت في رقبة إسكو ولا ده كان مجرد حلم جميل وصحيوا منه بدري؟ خلي بالك الحكاية دي فيها فصول صعود وهبوط وموهبة ورجوع عمل وندم، بس أهم من ده كله فيها إجابة على السؤال المهم: هل أنقذ إسكو الكرة الإسبانية ولا كانت مجرد لحظة وانتهى؟ قبل ما اسمه يكون في سانتياغو برنابيو وقبل ما يبقى عمل إسبانيا كلها متعلقة بيه، كان طفل صغير مولود في مدينة في جنوب الأندلس، مكان كله شمس ودافي. بس هو كان مختلف. إسكو من أول يوم هو شايل الكرة تحت دراعه، ووالدته كانت بتشجعه وهو وأخواته وبيدعموه دايما في الشارع، وهو بيلعب معاهم في الشارع كانوا بيشوفوه في الملعب حاجة تانية، كأنه في المسرح بتاعه. وبدأ في أكاديمية فالنسيا وكل اللي شافوه قالوا عليه الواد ده مختلف. بس لما طلع الفريق الأول ما خدش فرصة، لعب 7 ماتشات سجل فيهم جونين بس محدش كان شايفه، وده اللي خلاه ياخد خطوة جريئة. ساب نادي كبير زي فالنسيا وراح نادي اسمه ملقا، وتحس إنه عايز يوجه رسالة يقول فيها أنا عايز ألعب مش عايز أتفرج. في ملقا كان موسم انفجار الموهبة في 2011 2013. أول موسم مع ملقا كان في 2011 2012. إسكو لعب 35 ماتش سجل فيهم 5 أهداف وصنع كمان 5. بس اللي خلى الناس تركز عليه مش الأرقام، لأ، ده كانت طريقة لعبه. كان بياخد الكورة في نص الملعب ويخرج من زحمة نص الملعب. تاني موسم في 2012 2013 هنا كانت الانفجارة، الموسم اللي خلى ملقا من فريق متوسط في اسبانيا لفريق كان على بعد ثواني للوصول لنهائي دوري ابطال اوروبا، والموسم ده كان بطله الاول بلا منازع إسكو. الموسم اللي ملقا ما كانش مرشح لاي حاجة والادارة كانت عندها مشاكل مادية وباعوا اللعيبة. بس وسط ده كله مانويل بيليجريني قرر يخلي الفريق ده كله يلعب كرة حلوة وراهن على الشاب الصغير إسكو. وفي دوري الأبطال في مجموعة كان فيها الميلان وزينت الروسي وأندرلخت، الكل كان متوقع إنهم يخرجوا، بس المفاجأة تحصل وملقا تصدر المجموعة بعد ما فازوا على الزينت 3-0 في اسبانيا، وتعادلوا معاهم في روسيا 2-2، وقدروا كمان يكسبوا أندرلخت 3-0 في اسبانيا، وتعادلوا كمان 2-2 في بلجيكا، وكسبوا 1-0 الميلان في اسبانيا، وتعادلوا مع الميلان في ايطاليا 1-1. وتصدر ملكا المجموعة ب 12 نقطة عشان يواجهوا بورتو في دور ال 16. والماتش الأول في البرتغال يخسروا 1-0 والعودة في اسبانيا ويقدر ساعتها يكسبوا 2-0. وبالمناسبة نجم حلقتنا مسجل هدف من الهدفين، وفي دور الثمانية بيواجهوا بروسيا دورتموند. الذهاب في اسبانيا خلص 0-0 والعودة في ألمانيا. دقيقة 25 يتقدم ملكا ب1-0 بأقدام إخوة كين، وبعدها في الدقيقة 40 يسجل ليفاندوسكي هدف التعادل، وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 82 يسجل ملكا هدف التقدم. ولكن تحصل المعجزة في الدقيقة 91 ويتعادل بروسيا دورتموند بعدها بدقيقتين، وفي الدقيقة 93 يسجلوا الهدف الثالث وتصعد بروسيا دورتموند. وإسكو خرج من البطولة رافع راسه والكل أشاد بيه، وصحف أوروبا كتبت عنه اسبانيا لقت خليفة تشابي ونيستا. وفي الموسم ده لعب إسكو 47 ماتش سجل فيهم 12 هدف وصنع 6 أهداف، وفاز بأفضل لاعب صاعد في الليغا وأفضل لاعب شاب في دوري أبطال أوروبا. إسكو ما كانش بس نجم فريق صغير، ده كان قلب ملقا النابض وهو اللي شايلهم في دوري الأبطال. والموسم ده كان موسم البوابة اللي دخلته ريال مدريد. وهنا نبدأ فصل جديد في الحكاية: إسكو وريال مدريد، فنان في وسط الملوك. ده كان عنوان قصة إسكو مع ريال مدريد باختصار. وفي موسم 2013 ريال مدريد كان بيبني الفريق بعد حقبة مورينيو، وكانوا عايزين لاعب
يقدر يشيل الفريق في المستقبل، نجم جاهز. والنجم ده كان إسكو، دقاق جديد بس أسباني، ووجود أسماء تقيلة زي دي ماريا وأوزيل ورونالدو وبنزيما. إسكو كان بيلاقي مساحات يبدع فيها خصوصا في دور صانع الألعاب، لكن الأمور ما استمرتش بالسلاسة دي. مع قدوم كاريس بيل ووجود مودريتش وكروس، مركز إسكو بقى مهدد وكان لازم يتأقلم، وده اللي حصل فعلا. بدأ يلعب كلاعب وسط ثالث، واللي كان مميز إسكو في الفترة دي تحركاته من غير كورة والضغط على المدافعين والدفاع، وده خلاه واحد من أكتر اللاعيبة المرنة في تشكيلة ريال مدريد. وفي موسم 2016 2017، الموسم ده كان ذروة إسكو مع ريال مدريد. زيدان كان بيعتمد عليه كأساسي لنهاية مباراة نصف النهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد. سجل هدف مهم في وفي مباراة الإياب صعد ريال مدريد النهائي. وفي النهائي كارديف ضد يوفنتوس كان إسكو أساسي وقدم أداء خرافي في النهائي، وختم الموسم بدوري الأبطال والليغا. ونخش على أرقام إسكو مع ريال مدريد. وفي موسم 2013 2014 لعب 53 ماتش، سجل فيهم 11 وصنع 9. وفي موسم 2014 2015 لعب 53 ماتش، سجل فيهم 6 وصنع 13. وفي موسم 2015 2016 لعب 42 ماتش، سجل فيهم 11 وصنع فيهم 10. وفي موسم 2017 2018 لعب 49 ماتش، سجل فيهم 9 وصنع 10. شارك في أكتر من 350 مباراة مع ريال مدريد، سجل أكتر من 50 هدف وصنع أكتر من 50 هدف كمان. نخش على انجازاته مع ريال مدريد: 4 دوري ابطال اوروبا، 1 كاس الملك، 2 الليجا، 2 كاس السوبر الاوروبي، 4 كاس العالم للانديه. لكن رغم ده كله اسكو ما كانش دايما اساسي، دخل في فتره صعبه وخرج من حسابات بعض المدربين. وهنا نسال سؤال: ليه اسكو اختفى فجاه؟ وهل ريال مدريد ظلمه ولا هو اللي ظلم نفسه؟ سقوط الساحر لما الموهبه ما كانتش كفايه، ده عنوان الفصل الجديد من قصه اسكو بعد ما ريال مدريد كسب دوري الأبطال 3 مرات ورا بعض وزيدان استقال في 2018. وهنا بدأت المشاكل فعلا. إسكو دخل الموسم الجديد بدون زيدان وبقيادة المدرب لوبوتيجي اللي كان بيحبه خصوصا من أيام المنتخب. كل الناس قالت الفرصة جت لإسكو، لكن اللي حصل كان عكس كل ده. في الموسم الجديد في الموسم 2018 2019 إسكو عمل عملية الزايدة وغاب لفترة كده. حصل اللي محدش كان متوقعه: المدرب الجديد سولاري استبعده تماما. سولاري ما كانش بيستدعيه في القائمة حتى. وفي مرة من المرات الريال كان خسران والجمهور بينادي بنزول اسكو، لكن المدرب طنش وكأن اسكو مش موجود حتى. وفي تقارير قالت ان اسكو اتخانق معاه في التدريبات، وفي اللي قال انه فقد الرغبة في التطور وابتدى يظهر عليه زيادة الوزن وضعف المجهود البدني. زيدان رجع لكن اسكو ما بيرجعش، عنوان الفصل الجديد من قصة اسكو. وفي 2019 زيدان رجع تاني لريال مدريد، واسكو افتكر ان دي فرصته الحقيقية، لكن زيدان كان بيعتمد عليه في اوقات قليلة جدا وغالبا في المباريات اللي محدش مهتم بيها. اسكو فقد مركزه لمودريتش وكروس وكازيميرو وفالفيردي الناشئ ساعتها، وحتى الشاب اوديجارد بدأ ياخد فرصة أكتر منه. وهنا نسأل: هل ريال مدريد ظلمه؟ لو بصينا من زاوية الجمهور فبالتأكيد هيقول أيوة، إسكو كان محتاج مدرب يفهمه ويوظفه صح. لكن لو بصينا من زاوية كأنك لاعب محترف، اللاعب ما حافظش على مستواه وما اشتغلش على نفسه بدنيا. وفي 2021 اسكو قال: عمري ما حصلت على فرص متساوية، كنت دايما آخر خيار حتى لو قدمت مستويات كويسة. لكن في نفس الوقت ظهرت تقارير من داخل النادي قالت اسكو فقد الحافز وبدأ يتدرب من غير شغف، وكان دايما في المرتبة الأخيرة في اختيارات اللياقة البدنية. وفي آخر موسم ليه مع ريال مدريد اللي كان في 2021 2022 لعب أقل من 400 دقيقة ومسجلش ولا هدف، وخرج من ريال مدريد من غير ما حد يحس بيه ولا حتى وداع رسمي كبير يليق باللاعب زي اسكو. لكن الكل كان بيقول خلاص حكاية إسكو انتهت، بس الحقيقة كانت لسه بتبتدي. في صيف 2022 انتقل إسكو لنادي إشبيلية. كان واضح إنه رايح علشان يثبت حاجة
مش بس للجمهور لكن لنفسه. بدأ بمستوى مبشر لكن فجأة حصلت مشكلة مع المدير الرياضي ودخل في خلافات مع إدارة النادي، وفي تقارير بتقول إن إسكو طلب يلعب في مركز معين، وفي ديسمبر 2022 فسخ النادي عقده مع إسكو، والكل قال إن إسكو فشل تاني وبدأ يدخل خلاص في النهاية. وقعد بعدها 6 شهور في البيت، وبعدها جرب يروح لنادي يوليون برلين في ألمانيا، وخلص الاتفاق تم والفحص الطبي عدى، وكل قال أهو بدأ صفحة جديدة برا أسبانيا. لكن في آخر لحظة الصفقة فشلت بسبب خلاف مادي، وإسكو رجع تاني من غير نادي، واللاعب اللي كان بيشيل المنتخب بقى عاطل ومحدش كان عايز يتعاقد معاه. وناس قالت إن جسمه مبقاش رياضي، وناس تانية قالت إنه بقى صعب التعامل معاه. لكن فجأة تحصل معجزة محدش كان يتوقعها. ريال بيتيس ينقذ مسيرة إسكو، وفي صيف 2023 ريال بيتيس أعلن التعاقد مع إسكو، والناس استغربت وقالت هل هم مجانين؟ ده لاعب منتهي. بس المدرب مانويل بريجليني كان شايف حاجة تانية. من أول ماتش ليه الساحر إسكو بدأ يرجع وبقوة، وفي موسم 2023-2024 موسم بعنوان عودة الأسطورة لعب واحدة من أفضل مواسمه من أيام ريال مدريد، صناعة في اللعب وأهداف وشخصية. كان نقدر نقول ساعتها رجع أقوى من الأول، حتى جماهير المنافس بقت بتسقف له. وأكبر إثبات لده إنه كسب جايزة لاعب المباراة أغلب ماتشات الموسم وغير جواز الشهر، وكمان اتحط في تشكيلة الموسم في الليغا. وده يثبت إن الموهبة لوحدها مش كفاية، بس الإرادة ممكن ترجعك حتى لو تحت الأرض. وده يخلينا نسأل سؤال اللي نبدأ بيه الجزء الأخير في الحلقة: هل هو ظلم نفسه ولا إحنا اللي ظلمناه؟ وإيه اللي ناقصه عشان إسكو يبقى أسطورة كاملة؟ إسكو كان لغز، موهبة خارقة، تقدر تقول عليه ساحر، بس بالرغم من اللي كان بيعمله إسكو عمره ما وصل لمستوى الأساطير. والسؤال اللي بيطرح نفسه دايما: هل إسكو ضحية ولا هو السبب في كل اللي بيحصل له؟ بس الجرم اللي عليه علامة استفهام هو واحد: عدم جدية إسكو أكتر من مدرب اشتكى منه، وإنه مش دايما مركز، وده كان بيبان في لياقته. 2: قراراته، فضل يقعد في ريال مدريد سنين احتياطي بدل ما يطلع يثبت نفسه، ووقتها كان ممكن يثبت نفسه في أرسنال أو الليفر ولا حتى باريس، بس هو فضل يقعد دكة في مدريد. وتالت حاجة هي الغرور. بعض التقارير قالت إن إسكو كان شايف نفسه أذكى من السيستم، وده خلاه مش قادر يتأقلم مع خطط مدربين زي لوبوتيجي أو سولاري. بس ما ننساش فعلا واحد ما خدش فرصة كاملة مع ريال مدريد بعد 2018 ومع المنتخب كذلك، بالرغم انه كان نجم تصفيات كأس العالم 2018 وكان نجم منتخب اسبانيا كمان في كأس العالم روسيا 2018 مع نيستا، وتم تهميشه بعد البطولة من الإعلام، وساعتها كانوا بينتقدوه على أي غلطة وبينسوا كل حاجة حلوة. طب ليه ما وصلش لمستوى مودريتش وانيستا مثلا؟ الإجابة ببساطة الاستمرارية والاحترافية. اسكو موهبة زي مودريتش، لكن مودريتش كان ملتزم، وكذلك الأمر انيستا. الخلاصة ظلم نفسه، اتظلم، كان يقدر يبقى حاجة أكبر 1,000,000%. أيوة، بس هل حكايته ماتت؟ لا، اسكو رجع دلوقتي مش علشان يصارع على الكرة الذهبية، لكن عشان يستمتع ويخلي الناس كلها تفتكر مين اسكو. النهاية اسكو بيلعب دلوقتي مع ريال بيتيس وفي العمر 32 لسه بيقدم أداء خرافي، ولو فضل بنفس المستوى ممكن نختم حكايتنا بجملة: في يوم من الأيام كان في موهبة إسبانية ما وصلتش للذروة، بس فضلت محفورة في قلوب كل اللي بيحبوا الكرة الحلوة. ولو عجبتك الحلقة دي لسه عندنا مليون حتوتة في عالم كرة القدم. والسؤال هنا: هل تحب الحلقة الجاية تكون عن مين؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.